رسميا ايقاف الزمالك 3 فترات قيد. 3 فترات قيد. مين السبب؟ السبب مشلاك وجوزيه جوميز ومساعدينه. عزيزي الزملكاوي، ما بالك الفيفا حكمت على جوزيه جوميز وحكمت لمشلاك ب3 فترات قيد على الزمالك. ركز معايا شويه عشان بس انت ايه، انا بحطك على الحته اللي انت المفروض تكون مركز فيها. فيفا حكمت لجوزيه جوميز ومساعدينه ومشلاك. طب ما بالك الانديه اللي رافعه قواضي على نادي الزمالك بعدم دفع اقساط لاعبين؟ نادي اخوان بزيرة، نادي شيكو بنزا، نادي صلاح مصدق، نادي عمر فرج، نادي بنتايج. فيفا حكمت لجوميز ومشلاك. طب ما بالك باللاعبين دول هيحصل فيهم ايه؟ ما بالك اللاعيبه دي او الفيفا هتحكم ايه على الزمالك بعد كده؟ وانا عارف اللي هيطلع في الاخر هيقول لك الخطيب هو السبب والدوله هي السبب وسيبونا في حالنا، احنا مش عارف ايه واحنا ايه، وافتح القيد يا خطيب وكلام كتير كده. الله يخرب بيت كده. خطيب ايه اللي ملوش دعوه؟ احنا ملناش دعوه، احنا ملناش دعوه. مجلس الاداره عندكم هو اللي مش قد المسؤوليه، ما يمسكهاش يا باشا، ما يمسكهاش. ساعة ما مسك الزمالك عمال يوقع ويقع وعمال هو بيشوش على جمهوره. طب احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ النهارده فيفا حكمت بوقف قيد الزمالك 3 فترات. ما بالك الفيفا حكمت لجوزيه جوميز ومشلاك. طب ما بالك بعد كده هيحصل ايه؟ انا عايزك تركز، يعني انا عايز الزملكاوي يركز. ما بالك بعد كده الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ مش وردي يا فندم، الدنيا مش هتبقى وردي، الدنيا هتبقى ضبابي، الدنيا هتبقى ضبابي. انديه لاعبين رافعين قواضي على الزمالك، اللي هم مين؟ اللي هم اخوان بزيرة، شيكو بنزا، عمر فرج، صلاح مصدق، بنتايج. هيحصل ايه بعد كده؟ هيحصل ايه في الزمالك بعد كده؟ مجلس اداره نادي الزمالك، انت ناوي تعمل ايه تاني؟